سلام الله عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه تاع المالح. اذا غادي اليوم نشوفوا كيفاش نحضروا خبيزات محشيين باللحمه المفرومه. هنا كما راكم تشوفوا غادي نحتاجوا للعجينه 500 غرام تاع طحين اللي انايا درت 3 عبار. غادي نحتاجوا حبه بيض، نحتاجوا واحد 4 ملاعق تاع ماكله كبار زيت، غادي نحتاجوا ملعقه اكل سكر، نحتاجوا خميره تاع الخبز اللي راني مذوبتها في شويه، تحبي في شويه ماء ولا تحبي في شويه حليب لواحد 10 غرامات. غادي نحتاجوا الملح ونحتاجوا كميه تاع حليب باش نلموا العجينه. وبالنسبه للحشوه هذه انا استعملتها البارح في هاد اللي درتهم الكبب، اذا بقات لي الحشوه غادي نستعملها في هذه الوصفه. وهذه اختياريه، اللي يحب يحشيها بالخضار، اللي يحب السبينازي، كل واحد واش عنده في الدار يعني يحشي باللي تحبي. وغادي نحتاجوا شويه تاع فرماج رابي هنايا كما راكم تشوفوا الجبنه. اذا نروحوا تابعوني باش نحطوا الطحين في الخلاط. نزيد نحط عليه الكميه تاع السكر، نحطوا الخميره، نحطوا الحبيبه تاع البيض، ونحطوا الكميه اللي قلت لكم واحد 4 ملاعق تاع الزيت. نبداو نخلطوا خلطه خفيفه، من بعد نبداو نلموا بالحليب لاني كنت استعملتها. اذا لازمني نخلي قد ما تتخلط المكونات تاعي كما راكم تشوفوا هنايا بدات تتخلط مع الطحين. هذا الوقت من بدات تلم شويه نبدا نضيف غير بشويه، نضيف الكميه تاع الحليب. غادي نبدا نضيف دروك راه بدا يخلط مليح. هي العجينه تجي شويه هشه يعني ما تجيش ناشفه بزاف. غادي نضيف كميه تاع الملح ونزيدو نضيفو الحليب ونخلوها تخدم هاد العجينه في الخلاط لمده واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه تنخدم مليح. هنا من بعد نحطها في مكان دافئ تريح لمده ساعه ولا حتى ساعتين. دوك كي نخلط العجينه نوري لكم القوام تاعها. كما راكم تشوفوا عندي هنايا هي العجينه بعد ما خمرت. اذا خمرت مليح غادي دروك غير شويه نقلع لها شويه تاع الهواء ونبدا نحشي في الخبيزات. اذا قلت لك بعد ما ريحت العجينه قطعيها هكا، قلعي دوائر على حسب الذوق تاعك. تحبيها الحبيبات صغار، تحبيهم كبار. انا هنايا راهي عندي شويه صغيره، تحبيها شويه كبيره، وتحليها هكا بهذه الطريقه باش نعمروا فيها الحشوه. غير بيديك راكي تشوفي راهي تمشى العجينه ما راهيش تعذب فينا هكا، يعني حليها مليح باش نقدروا نحطوا الحشوه باش ما تعذبش. ونحطوا الحشوه كميه تاع الحشوه في الوسط. بالنسبه للحشو كل واحد ويحط واش يحب، تقدري تحشيها بالدجاج، تقدري تحشيها بالفطر، تقدري تحشيها بالخضار، بالسلق، باي حاجه عندك في الدار تحبي ديريها حشوه. انا عطيتك فكره لانه بقات لي الحشوه نتاع الفيديو اللي درتها لكم البارح. اذا ونلموا، شوفي الطراف، حكموا كاع الطراف هكا بهذه الطريقه، نضلوا نطلعوا فيهم باش نغلقوا. هنايا نزيروا مليح هكا بهذه الطريقه، نحطوها على ناحيه. تقدروا ديروها خبيزات كما تقدروا ديروها، يعني ممكن كما الخبيزات اللي يكونوا شويه طوال. برك العجينه نتاعكم نطولوها بهذه الطريقه. انا غادي نعطيكم فكره وانتم من بعد كل وحده واش تحب تعمل، والا تقدروا تعملوها في هذاك الطابع اللي درت به البارح الكبه ثاني، تقدروا تعملوهم هكا ثاني ما يعذبوكمش. غادي نحلو مليح، نديروها شويه هكا رقيقه كما راكي تشوفوا هنايا. هنا ثاني نجمو نديرو الحشوه واحد
شويه تاع الحشوه هكا. هكذا بهذه الطريقه. نزيدو نديرو لها شويه تاع الجبن من الفوق، ونجو ندوروها هكذا على روحها كي الخبيزه صغيره حتى لين نوصلوا هنا. اذا هنا شويه من تحت كلي توديها هكا باش تبلع عليك، باش من ندخلوها للفرن ما تنزلش ما تخرجش عفوا الحشوه هكا. وغادي نحطهم في الصينيه ونخليهم يرتاحوا بطبيعه الحال، ماشي بزاف، غير واحد شويه يرتاحوا. ومن بعد نروح نطليهم بشويه تاع البيض اللي راني مخلطه. حبه بيض راني دايره فيها واحد الملعقه صغيره تاع خل باش نقلعوا الزفره تاع البيض نتاعنا. وفي الاخر من بعد كل واحد واش يحب، تحبي ترشيها بالجرجلان من الفوق ولا تحبي تخليها هكا، هذا كل واحد الذوق تاعه. اذا غادي نخليها من بعد كي نكملهم نخدم انا كاع الحبيبات تاعي نخليهم واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، غير تشوفيهم بداو يطلعوا يخمروا نديروا لهم البيض وندخلوهم للفرن تاعنا يطيبوا. من بعد نوريهم لكم في الصحن تاعنا. اولا كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين الخبيزات تاعنا المحشيين بعد ما طيبناهم وخرجناهم من الفرن. راني قطعت لكم وحده باش تشوفوا يعني كيفاش الحشو هنايا راه فيها وكيفاش طابت، يعني راكم تشوفوا يعني صراحه العجينه نتاعها راهي شوفوا هشه يعني جايه مليحه بزاف. هكذا بهذه الطريقه درناها بهذا درت وحده كيما هكا، درتهم خبيزات، درتهم ثاني كيما قلت لكم كي هكا لي بتي بان صغار ثاني. يعني هنا كل واحد والذوق تاعه. هنا عملت هكا شحال من نوع يعني ودوائر والحشوه كما قلت لكم ثاني اختياريه. المهم نتمنى انه هذه الوصفه تعجبكم، ما تنسوش الاشتراك والاعجاب في القناه تاعنا، ونقول لكم ليله سعيده.